مساء الخير على الهبل اللي حصل من شويه ده في ماتش الاهلي والزمالك والعك اللي حصل ده. دلوقتي يا جماعه بس ايه، عشان انا ايه الكلمتين دول في قلبي ولازم اقولهم عشان ايه ما اتجلطش من اللعيبه بنت الهبله الجهله بتوع الاهلي دول. مبدئيا كده قبل الماتش الاهلي هو المرشح الاقرب للفوز، يعني نكسب ومش عارف ايه ونحتفل وكده مش عارف. المهم يعني اللي حصل في الماتش عكس كده خالص، الاهلي خد بينالتي صباح الفل كده، اللي هو بتاع فيفا، اللي هو خد بينالتي صباح الفل بالود. والشوط التاني ابتدى الزمالك، يعني الزمالك هتك عرض الاهلي، اوكي، ما طلعوش من نص الملعب. المهم يعني anyway يعني تمام. انا كان الكلام ده كله وانا اهلاوي يعني. وبعد كده في البينالتيز بقى، يعني اول بينالتي دخله اللي هو رامي ربيعه ده دخل شاطه. جابوا جول فقرر ان هو يعمل كده. ده ايه بقى؟ ده احتفال بتاع ستيف كاري، احسن لعيب باسكت بول في العالم تقريبا، بيلعب في جولدن ستيت واريورز ومنتخب امريكا. عمله في الفاينل بتاع الاولمبياد اللي فاتت دي قدام فرنسا. يعني هو عمل ايه يعني؟ كان الماتش نيك تو نيك، اوكي، الماتش تقريبا متعادل جدا، وجاب اربع ثلاثيات ورا بعض. فاللي هو جاب 12 بوينتس تقريبا في دقيقه ونص او دقيقتين. فمن حقه طبيعي ان هو كسب منتخب بلده الاولمبياد والميداليه الذهبيه في الاولمبياد، فمن حقه اللي هو يعمل كده، وهنزلك الصوره بتاعتها وانا بتكلم يعني. فمن حقه اللي هو يعمل كده عادي، كسبت منتخب بلدي الاولمبياد. لكن يا رامي يا ربيعه يا ابن العبيطه يا جهله يا جاهل، انت والتاني عمر كان ملعب واحد ده، انت داخل تشوف بينالتي، اول بينالتي والتاني بينالتي وانت متعادل، ونص ضروري هتخسر عشان سيناريوهات الكوره بتقول ان الخرا اللي حصل ده لازم الاهلي يخسر. فيعني فتروح تعمل كده يا جاهل يا اهبل. طب افهم يعني افهم الاحتفال الاول لايه. بس كده خلاص. عامة مبروك للزمالك، مبروك للزملكاويه، عاش فشخ بجد فشخ الاهلي. حطوا الاهلي الشوط الثاني في نص ملعبه تقريبا، الاهلي ما عداش نص ملعب الشوط الثاني، عاش فشخ وستيف كيري. فيعني اللي من حقه بقى يعمل كده ناصر منسي مثلا لما عملها، عمل كده فخلاص، او كده ما انت كسبتني فاعمل اللي انا عايزه. anyway يعني السلام عليكم.